اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. نبدأ فيديو جديد. طبعا نبدأ بقائمة النادي الأهلي. نبدأ بقى بقائمة النادي الأهلي لمباراة الداخلية: محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي لطفي، شوبير، محمود متولي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أكرم توفيق، محمد هاني، رأفت خليل، محمد المغربي، محمد أشرف، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، برونو سافيو، أفشة، بيرسيتاو، كريم فؤاد، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا، حسام حسن، شادي حسين، محمد شريف في الهجوم. طبعا حكم المباراة الداخلية والأهلي أمين عمر، ولازمه عمر الشناوي حكم فيديو. الغيابات بقى عن النادي الأهلي: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وكولر برضه غير مع المباراة الداخلية بسبب نزلة البرد. دي القائمة بتاعت الأهلي اللي هتواجه طبعا الداخلية النهاردة الساعة 5. ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي أجرى عملية جراحية في الأنف، ويعود في انتظام التدريب الأهلي الجماعي خلال أسبوعين بعد جراحة عملية الأنف. إمام عاشور يزور محمد عبد المنعم في المستشفى بعد العملية. طبعا لسه في أخبار النادي الأهلي: طلبات كولر يطلب 3 لاعيبة في يناير. طلب مارسيليو كولر المدير الفني الأهلي تعديل صفوف الفريق في يناير المقبل، الذي سيتم طلبه من شركة الكرة في اجتماع يوم الخميس. في اجتماع بكرة من بينهم المقبل. كرة طلب التعاقد مع كريم كونتي لاعب سلاسبورج النمساوي لتدعيم صفوف الفريق في يناير. وأمير التوفيق تواصل مع إدارة الشرق الإماراتي من أجل معرفة مطلباتهم المادية من أجل التخلي عن عثمان كمارا. كانت المفاوضات في الفترة الماضية توقفت عند 4 مليون دولار لاستغناء عن اللاعب في يناير، لكن الأمور وصلت إلى 2 مليون ونص مليون دولار لوجود بعض البنود، ووصلت طبعا بعض البنود تصل إلى 3 مليون دولار فيها. والأهلي فتح مفاوضات مع ديفيد بوفانو من أجل التعاقد في يناير. مصدر بالأهلي الاتفاق هناك في 3 شركات راعي جديدة، من بينهم واحد سيظهر الشعار خاص به على ظهر الفريق، على ظهر القميص بتاع الفريق لكرة القدم بعد فترة توقف الدوري مقرر لها يوم 18 نوفمبر. دول بقى 3 أسامي اللي طلبهم مارسيلو كولر، اللي طلبهم بالاسامي دول. يعني هو كده طبعا في المؤتمر قال لك ما ينفعش اجيب اي لعيبه ممكن ما تناسبنيش في الفلسفه بتاعتي، يبقى احنا كده جبنا لعيبه وخلاص، سيبوني لغايه يناير. والراجل ادي طلب بالتدعيمات بتاعته، هو كل اللي طالبهم في خط الامامي، مش عايز خلفي. قال لك الخلفي في يعني، بس هو ايه كل اللي طلبهم في خط الامامي. بيجينا فرص كتيرة وكل حاجة، ما عندناش اللي بيخلص كده بقى. والنهارده الأهلي يعني هيلاعب الداخلية الساعة 5. كده خلصنا أخبار الأهلي. نخش على أخبار الزمالك. طبعا نبدأ بقائمة نادي الزمالك لمباراة الإنبي. طبعا في حراسة المرمى محمد عواد، محمد صبحي. في خط الدفاع عمر جابر، حمزة المسلوسي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، ومين مصطفى الزناري، وعبد الله جمعه، وحاتم سكر. في خط الوسط رؤى، زكريا الوردي، السيسي، اوباما، نيمار، سيف جعفر، زيزو، شيكابالا، مصطفى شلبي. في خط الهجوم هيبقى سيف الجزيري ويوسف نبيل فيهم. طبعا حكم المباراة محمود البنا، حكم مباراة انبي والزمالك، وعونه بسيونو حكم فيديو. طبعا لسه في اخبار نادي الزمالك: مرتضى منصور قرر ايقاف امام عاشور وعرضه. طبعا قال لك لو كده هنبيعه لو هيجيب لي كاس العالم. ما ينفعش لاعب تبقى بتصلي ولاعب في نادي الزمالك وتسبغ لي شعرك زي البنات. وطبعا بتطلبوا يعني بزيادة العقد بتاعك، ويطلب بزيادة العقد في الماتشات الكبيرة. يعني ايه ما بتأديش بالروح او بتروح تنام على بطنك، بيثبت ان يخش فينا اجوان استرجل يد. عشان كده امام عاشور مش في القايمة.
هو متوقف موقوف ومتحول للتحقيق متحول يعني للتحقيق امام عاشور. لسه برضه في اخبار نادي الزمالك، فيريرا يدرس الاعتماد على عناصر جديده بعد خساره السوبر امام الاهلي. يدرس فيريرا اجراء تغييرات فنيه على تشكيله الفريق. فيريرا يفكر في الدفاع بالدفع بلاعب مصطفى الزناري في خط الدفاع بجوار حسام عبد المجيد، بالاضافه للاعتماد على الثلاثي عمر السيسي ورؤى، وكان امام عاشور قبل ما يتوقف ويتحول للتحقيق، واستبعاد زكريا الوردي من التشكيله الاساسيه وخروج عمر جابر برضه من التشكيله الاساسيه، ونيمار بقى اللي هيحل مكانه. فهم طبعا كان هيعتمد جامد يعني، وما ينفعش اصلا لاعب في نادي الزمالك يعني يروح سابق له شعره على راعي مرتضى منصور. يعني انت راجل بتلعب في نادي الزمالك، وامام عاشور يعني لاعب ناضج ولاعب كبير وقليل في مركزه في رقم 8. طبعا ما ينفعش ان انا اصبغ شعري والكلام ده كله فيها، وانت بتطلب يعني انت راجل في ماتش القمه كنت مأدي باعلى مستوى ونهايه الموسم في اعلى مستوى، ودلوقتي ويعني ومستواك اتحسن وبقيت لاعب فارق، وده انت مستقبل منتخب مصر. يعني المفروض هتبقى مستقبل منتخب مصر ومستقبل الكرة المصرية في خط الوسط، وانت الوحيد اللي بتلعب رقم 8 فيها، وبتزيد وبتشوط وبتدافع وكل حاجة. ما ينفعش ان لو انت ركزت مع السوشيال ميديا يبقى انت اللي هتخسر يا امام عاشور. لازم تركز في الكوره زي ما كنت مركز ونهايه الموسم اللي فات مع مستوى حلو، بدات الموسم بمستوى حلو، لا لازم تكمل اللي فيها عشان انت بقى لما تروح المنتخب والكلام ده كله تبقى انت لاعب جاهز. دلوقتي انت اتحولت للتحقيق. المشكله كلها في نادي الزمالك، مشكله في نادي الزمالك لو طبق عليه العقوبه يبقى صراحه كده النادي يستاهل كل حاجه. بس هي المشكله في نادي الزمالك ان هم في ناس بتتخانق كمان مع شيكابالا وشد مع شيكابالا وجات اللعيبه حجزتهم من بعض. ما ينفعش كده في نادي كبير زي نادي الزمالك. فهم كده خلصنا اخبار نادي الزمالك ومشاكلهم. يعني نتائج البنك الاهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا 3-1 مع الرأي. تعادل حرس الحدود مع سموحه 0-0. طبعا النهارده ماتش الاهلي والداخليه والزمالك وانبي. طبعا اتاجل الزمالك وحرس الحدود، المفروض كان الزمالك ومعلش وبيراميدز طبعا عشان بيراميدز بيلعب في البطوله الافريقيه، تاجل ولعب الزمالك مع انبي ده الجوله الرابعه يعني. دلوقتي طبعا امبارح كان دوري ابطال اوروبا، فاز ريال مدريد ومحمد صلاح جاب جون امبارح، يعني متابعه حلوه منه، جاب جون وهو هداف التاريخ لليفربول في دوري الابطال، وهو برضه هداف في دوري الابطال من ساعه ما خرج فانديكسي وطبعا الفوز برشلونه 4-1 على الفريق، طبعا فوز يعني معنوي بس، وفوز ريال مدريد على الانتر برضو هو كده كان صاعد الانتر يعني، وصاعد بايرن ميونخ، بس هو طبعا كانت ترتيبات يعني الاول والثاني وكده كان متصدره يعني البايرن ميونخ. وقلت لكم مدريد اتهزم ولشبونه. يعني هما كده فاضل بس فرقتين من النهارده الماتش اللي هتلعب النهارده، وايه اللي هيكملوا ال 16 فريق اللي فيهم. بس يعني صراحة محمد صلاح بيقدم في دوري الابطال يعني موسم رائع في دوري الابطال. هو شكلهم كده مركزين في دوري الابطال مش في الدوري الانجليزي، ان هم عشان بعيد في الدوري الانجليزي فيها متصدر الارسنال وبعد كده مانشستر سيتي، فهم يعني بعد شويه من الدوري الانجليزي. هم شكلهم حاطين كله تركيزهم كلهم ليفربول في الدوري دوري ابطال اوروبا. مشكله ليفربول ان هي ما دعمتش بالتدعيم اللي يشيل الفريق. يعني محمد صلاح مش هيشيل الفريق لوحده، بس ما دعمتش وكمان لما ساديو ماني مشي فرق مع ليفربول جامد في الناحيه الشمال، وحتى اللي جابوه مش على مستوى ليفربول يعني. وكده يعتبر محمد صلاح يبقى عنده 7 أهداف في دوري الابطال، هو عدى ستيفن جيرارد من ليفربول. يعني هو عدى ستيفن جيرارد طبعا كان هداف التاريخ لليفربول، دلوقتي محمد صلاح عداه فيها، وهو برضه هداف دوري الابطال اوروبا ب7 أهداف بالكون اللي جابه امبارح. كده بقى هنا اخبارنا المحليه والعالميه.
عايزين بقى كده لايكات والشير، واللي ما اشتركش في القناه ينزل اشترك في القناه. وعايزين بقى القناه كده توصل لمليون مشترك بدعمكم لينا. شكرا لحضرتك.